احنا عارفين ان الاندرتيكر وجولدبرج اسطورتين في عالم المصارعة، لكن ليه مباراة الاندرتيكر وجولدبرج في مباراة فردية في عرض شو داون اللي كان في جدة عام 2019 كارثة في الوقت ده؟ هنعرف مع بعض ليه المباراة دي كارثية بمعنى الكلمة. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. في عام 2019 المشجعين كانوا عارفين ان الاندرتيكر وجولدبرج ما كانوش في المستوى اللي يخليهم يلعبوا مع بعض مباراة فردية، خصوصا في الوقت ده، غير ان جولدبرج ما لعبش مباراة من سنتين، والاندرتيكر طلع من مباراة مرعبة اللي كان التعاون فيها مع كين ضد شون مايكلز وتريبل اتش، اللي كانت من اسوأ العروض في وقتها في الدبليو دبليو اي. المهم الاتنين دخلوا الحلبة وجه لوجه، طبعا الجمهور كان متشوق عشان يشوف الاسطورتين دول قدام بعض في مباراة فردية لأول مرة على الإطلاق. في البداية تحس المباراة هتكون أسطورية بين الاتنين، خصوصا لما جولدبرج نفذ حركة سبير مرتين على اندرتيكر. بعد كده اندرتيكر وقف وكان عايز ينفذ حركة شوك سلام، لكن جولدبرج قدر يوقعه على الأرض وينفذ حركة إخضاع، والغريب إن جولدبرج ما كانش معروف بالحركة دي. المهم ما نجحتش الحركة، وبعد كده حاول جولدبرج ينفذ حركة سبير، لكن اندرتيكر قدر يتفاداها ويلبس جولدبرج في عمود الحلبة عشان يحصل له ارتجاج حقيقي عشان تبدأ المباراة في الانهيار، لدرجة ان راس جولدبرج جاب الدم في الوقت ده، وكان واضح على جولدبرج التعب الشديد بعد الضربة دي، عشان يقوم الاندرتيكر بتنفيذ ضربات متتالية، واسوأ ضربة عملها هي تشوك سلام، وكملها بضربة تومبستون اللي هي الفينش بتاعه عشان رأس جولدبرج ينفجر بالدم. الضربات اللي بعد كده كان ظاهر على الاتنين انهاك شديد، تحس الاتنين بيضربوا ضرب عشوائي وبدون اي تركيز، يعني زي ما تيجي، لدرجة ان جولدبرج نفذ حركة سوبلكس بطريقة غلط كانت هتتسبب في كسر رقبة الاندرتيكر، لكن اللي حصل بعد كده انه قام، لكن جولدبرج حاول يعمل تومبستون على اندرتيكر، لكن الاندرتيكر عكس الحركه وعمل الفينش بتاعه مع حركه شوك سلام، وخلصت المباراه وفوز الاندرتيكر. المباراه بصراحه كانت غير امنه بالمره ومدمره، لانها كانت خطر حقيقي على الاثنين، لان معظم الحركات اتعملت بشكل غلط كانت ممكن تودي الاثنين للشلل او الموت، واعتبرت المباراة دي من أسوأ المباريات اللي غير آمنة بالمرة. بس لحد هنا أتمنى لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشتراك القناة. أشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.